سمعت كتير عن السوفت سكيلز وكل الناس بتتكلم عنها. الحقيقة ده بسبب ان هي مهمة جدا، مش بس في الكاستمر سيرفيس ولكن في اي مجال ممكن يخطر على بالك، مش بس للنون مانجيريال امبلويز ولكن لكل الليفلز لحد السي اي اوز والبيزنس اونرز، ومش بس في الشغل ولكن في حياتك الشخصية كمان. وللسبب ده ليها اسامي كتير: باور سكيلز، بيبل سكيلز، كور سكيلز، essential سكيلز. لو سمعت عن الكوميونيكيشن سكيلز خليني اخلصها لك في دقايق. الحقيقة المهارة دي مش مهارة واحدة، دي عبارة عن مجموعة من السوفت سكيلز لازم تكون بتعرف تعملها كلها مع بعضها عشان يتكون في الاخر effective communication. التواصل مش بس تبادل معلومات بين شخصين او جهتين، ولكن هو باختصار شديد انك تسمع اللي قدامك كويس بانتباه وتركيز واهتمام، تديله فرصة يتكلم ويوصل معلومته ورأيه من غير ما تقاطعه، تفهم اللي بيقوله وتحط نفسك مكانه. ده هيخليك تتفهم موقفه ومتطلباته وحقوقه وهو حاسس بايه، وتتقبل اختلافه ورأيه. كل ما هتفهم اللي قدامك اكتر كل ما تعرف تقول ايه وازاي. لو الكوميونيكيشن بتاعك سليم هتبقى عايز تطلع منه انت والطرف التاني winners، وده هيحصل لما تكون انت كمان بتوصل رأيك باحترام ووضوح، كلامك مرتب، معلوماتك من مصادر موثوقة ومتأكد منها، وانك واثق من نفسك وحاسم في كلامك. اللغة اللي بتستخدمها مفهومة للي قدامك، طلباتك واحتياجاتك تقولها بشكل واضح. مثلا لو انت ليدر وطالب من الفريق بتاعك تاسكات جديدة، لازم تفهمهم الهدف منها والفايدة اللي منتظرينها لما يعملوها، ايه المطلوب بالظبط من كل واحد فيهم بالتفصيل. الديدلاينز لازم تكون واضحة ليهم بشكل كويس، وحتى الكي بي ايز اللي هتستخدمها عشان تقيس بيها مدى نجاح التاسكات دي لازم يكونوا عارفينها. كل ده هيخليهم يفهموا ويشتغلوا باهتمام وباشن. استخدامك للبادي لانجوج لازم يكون مناسب للكلام اللي انت بتقوله، وتتجنب توصيل اي نيجاتيف سيجنالز للشخص اللي قدامك. حتى لو انت حاسس ان الكلام بينكم رايح لطريق سلبي، لازم تكون بتعرف تحول الكونفرسيشن للطريق الصح، ودي بروفيشناليزم مطلوبه في اي مكان عمل. لازم تكون بتعرف تتحكم في البادي لانجوج، في التون اوف فويس، في الفيشل اكسبريشنز، وفي الاي كونتاكت، لان التحكم في النفس دي من اكبر التحديات في الشغل. كمان لازم تعرف ايه اللي ممكن ما يخليكش تكون بتتواصل بشكل صح. اول حاجه الستريس والانستيبل ايموشنز، يعني تكون انت وقت الكونفرسيشن مضغوط او مشاعرك مش مستقره لاي سبب يخص الطرف اللي انت بتتواصل معاه او حتى اسباب خارجيه. تاني حاجه اللاك اوف فوكس، عدم الانتباه والتركيز مع الشخص اللي بتتواصل معاه، مثلا انك تكون بتبص على الموبايل بتاعك او بتفكر في حاجه تانية او بتعمل مالتي تاسكينج، يعني بتسمع وبتكتب في نفس الوقت. كل ده بيعمل ديستراكشن، انك ما تكونش بتعرف تتحكم في البادي لانجوج بتاعك. لازم دايما تكون بتتجنب الكروسنج ارمز والاي رولينج، وانك تافويد الاي كونتاكت مع الشخص اللي بيتكلمه. في فوائد كتير للتواصل الصح، سواء مع زملائك في العمل او المانجر او التيم بتاعك، او حتى في اي موقف شخصي في حياتك. اول حاجه الميتيجيتد كونفليكت، يعني تخفيف حده اي صراع او خلاف ممكن تتعرض له. تاني حاجه هنزود البرودكتيفيتي. تالت حاجه في الكاستمر سيرفيس علاقتك بالعميل هتكون ممتازه، وهتقدر تكون سبب في ان الكاستمر يوصل للسوبيريور اكسبيرينس اللي بيدور عليها. رابع حاجه الورك انفايرمنت هتكون صحيه جدا، لاننا كلنا مسموعين وفاهمين ومفهومين ومتقدرين. خامس حاجه هتوصل لاهدافك في الكارير بتاعك بشكل سريع جدا. خليني اقول لك ان احنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن مش اقل من 5 مهارات: انك تسمع باهتمام وتركيز وعدم مقاطعه، ده الاكتيف listening سكيل. انك تحط نفسك مكان اللي قدامك وتحس بيه، ده السكيل اوف امباثي. انك تعرف تتحكم في نبره صوتك والبادي لانجوج، ده السيلف بوسيشن سكيل. انك تعرف تحول اي خلاف او نزاع لتواصل صحي، ده جزء من الكونفليكت ريزولوشن سكيل. انك تفهم اللي قدامك كويس وتعرف طلبه قبل ما تتكلم وتقول كلام محفوظ مش بيحل مشاكل، ده السكيل اوف ادابتابيلتي. عشان كده بنشجع اي حد ايا كان، حتى طلبه الجامعات، انهم يبتدوا ينموا الكوميونيكيشن سكيلز عندهم. أنا دينا حسن and this is the Vertex Egypt.